أنا اتغيرت. أنا حقيقي اتغيرت. التوكيد ده مهم جدا لكل حد في حياته. أنا جاية أحكي لكم قصة التغيير في حياتي، حصل فيها إيه. أنا ما كنتش بعرف أدي لنفسي الحق إن أنا أحبها، ما كنتش بعرف إزاي أقدرها، كنت دايما بضيع حقي وبلغي نفسي تماما. أنا اتغيرت تاني ليه؟ علشان بدأت أديلها حقها على جميع المستويات. بدأت أديلها حقها على المستوى النفسي والصحي والروحي وكل حاجة. بدأت أعرف إن إزاي إن أنا أحترمها، وأعرف إن أنا على قد ما أنا بقدر إن أنا أحترم نفسي، على قد ما هفرض احترامي ده على الناس. عرفت إن كل حاجة أنا محتاجاها موجودة جوايا، مش محتاجة إن أنا أطلبها من حد بره. فأنا حقيقي اتغيرت وبدأت بعمل لنفسي أجندة كل يوم فيها أولوياتي. هقدر إزاي إن أنا ألبي احتياجاتي وأحطها من ضمن الأولويات. غيرت إن أنا ما بقيتش بحط الناس هما أول حاجة، وبقيت بديلي أنا الحاجات اللي أنا محتاجاها. ودي مش أنانية، لأن أنا مش بمنع إن أنا بدي وعدم عطاء لحد، لكن كمان بقيت بدي لنفسي الحاجات اللي أنا ما كنتش بديها لها وبلغيها علشان بديها لهم هما بدلها. أنا اتغيرت. أنا حقيقي اتغيرت. بقيت بعرف أحط حدود، بقيت أعرف أقول لأ، بقيت أقدر أحمي نفسي وأقول أنا مش عايزة ده وعايزة ده. أنا بقيت بقدر إن أنا أدي لنفسي الحاجات اللي أنا كنت بطلب من الناس إن هم يدوها لي. أنا بقيت الأخ والأب والبنت والزوجة والأم اللي أنا فعلا محتاجاها. أنا حقيقي اتغيرت.